الشاورما السوري محلهاش شغلتي. النهارده هنجرب مطعم كل الناس اتكلمت عنه، مطعم بتاع كله، مطعم بيقول على نفسه هايبر اكل. النهارده هنجرب مطعم ابن مصر. انا ابن مصر، انا ضد الكسر. هنشوف هو ضد الكسر ولا لا. طلبت منه 9 اصناف لان المنيو بتاعه كبير جدا. احنا طلبنا من كل فيلم اغنيه. انا النهارده حابه ابدا بالوجبات، وعنده بقى بتايز. ايه بتايز؟ جمع بيتزا. عنده بقى بتايز وكريبات وبرجر وحاجات كتير قوي، فرايد تشيكن، كل اللي تتخيله موجود هناك. بس تعالوا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجبه ربع كفته ب 99 جنيه معاها سلطاتها وعيشها. وجبه ربع فرخه شوايه برضو معاها سلطاتها وعيشها ب 70 جنيه. تعالوا نبدا بسم الله وندوق وجبه ربع الكفته. شكلها كده مشبع وايه يعني، مش مخليك محتاج حاجه. بسم الله. طب والله الكفته حلوه، جوده متوسطه، طعم الكفته الجميل اللي كلنا متعودين عليه، وفيها شويه طعم الضاني كانه فارم معاها ليا ضاني. تعالوا ندوق الرز. كويس. الطحينه حلوه. السلطه ميتانه شويه بس شغاله. اول وجبه مبشره بالخير. تعالوا نشوف تاني وجبه. دي حاطط بقى مش عيش بلدي، ده عيش لبناني. تعالوا نشوف حاطط لنا ورك من الفرخه الشوايه. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا دول الفراخ تاني كده لوحدها بقى. طب والله حلوه. الفراخ دايبه قوي قوي، يعني طريه بزياده، والتتبيله بتاعتها متوسطه، يعني تتبيله حلوه، يعني تحس فيها كاري وكركم وتوم على بسيط قوي كده. تتبيله تحس انها خفيفه ولذيذه في نفس الوقت. سلطه ايه دي بقى؟ سلطه زبادي ولا توميه؟ دي توميه بس مدلوق عليها ميه المخلل، بس شكلها مختلف شويه. الرز برضو بتاعهم مفلفل وطعمه مظبوط، والمخلل مخلل محترم برضو، بيقرمش، طعمه حلو. كبداية مبشرة بصراحة بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي المطعم بتاع كله ده هيبقى رديء في كله، لا بس ككفتة وفراخ بداية كده حلو. يقول لك ايه بقى، ان ابن مصر ده فاتح 3 فروع في شبرا الخيمة بس. بلد ابويا وجد جدي وانا من البلد دي. وما بيوصلش بره شبرا الخيمة، يعني الراجل عامل اكتفاء ذاتي محلي. اللي بعد نخش بقى بعد كده على الكريب وانواع البتايز كلها. الكريب زنجر ب 45 ده وسط، والسلايز الفضائية طلبتها سجق ب 49 جنيه. اما فطيرة التونة حبيت اغير شوية واجرب يعني التونة شكلها عنده ايه. فطيرة شرقي تونة او فطيرة حادقة تونة ب 85 جنيه. طيب ندوق الكريب الصغير المقطقط ده. يلا ندوق الكريب. بسم الله. هو الكريب بصراحة مكوناته حلوة، يعني حاطط لك اللي هي الفراخ الستريبس اللي هي مش مفرومة، لا ستريبس القطع، وحاطط بقى عليه زيتون وفلفل رومي وطماطم وصوصات بقى كتير وجبنة. بس الكريبايه نفسها بتشد جامد قوي. عنده كده من حتة طرية. لا بتشد برضه بس الطعم حلو، يعني دقت دلوقتي جبنه رومي على موتزاريلا، لا حلو. تعالوا نشوف السلايز الفضائيه اللي هي عباره عن سلايز واحده. هو بيبيع بيتزا ايطالي وبيتزا شرقي وكل الاشياء يعني، بس حاسه هنا في ايه بقى، يعني عيش او عجينه كتير. تعالوا ناخد حته من النص كده. بسم الله.
هي مش فضائيه قوي. عندنا فضائية، عندنا فضائية. حاطط عليها السجق اللي هو المفروم ده. طعم السجق حلو لكن العجينه شويه تخينه اكتر من المكونات اللي عليها. ممكن لو هي سخنه قوي هتبقى احلى، بس برضو حاسه انه عايز ايه يزود شويه جبن كده ويقلل العجينه شويه. نيجي بقى لفطيره التونه. فطيره التونه ايه اتبططت خالص. فتفوت التونه كده متهيألي حاطط علبه تونه مفردها كلها عليها. فيها خضروات برضو بس مش مكتر فيها الجبن خالص لدرجه ان هي رقيقه قوي، او هي شربت ميه التونه فلزقت في بعضها، بس طعمها كطعم كويس. خلينا ناخد كده حته من النص عشان ما نظلمهاش. هي اتخن شويه بس برضو نفس الكلام. لو البتاعه دي اتكسرت اللي هي بتمنع العلبه عن العجينه كان ممكن اكلها. طعمها حلو بس يكتر الجبنه فيها شويه عن كده. برضه حاطط عليها جبنه رومي وجبنه موتزاريلا بسيط قوي. الرومي طعمها باين اكتر. اللي بعده اخر جوله هي السندوتشات والنجرسكو. يلا بينا بقى. انا كنت عايزه اجيب طاجن بصل باللحمه لانه عنده بصل باللحمه وملوخيه وفته وكلام زي كده، بس ما لقيتش بصراحه. تقريبا في ضغط عليه النهارده. ده البرجر، برجر بالبيض. برجر بيض وجبنه ب70 و ساندوتش فرايد تشيكن ب60. حتى الشاورما السوري محلهاش. شغلتي. الشاورما السوري ب45. واخيرا النجرسكو ب50. يلا بقى ندوق البرجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد حته فيها بيض وجبنه كده مع بعض. بيض وجبنه، بيض وبرجر. لا البرجر ده مش مستوي قوي، هو تخين. طعمه اقرب لطعم البرجر اللي بيبقى مغلف في السوبر ماركتات، لكن هو مش اللي هو المغلف، هو معمول مخصوص بس هو تخين قوي بيدي نفس الطعم. حاطط صوص جبنه طعمه حلو، والبيض ميكس مع البرجر جميل. لكن البرجرية حاسه فيها حاجه غريبه كانها ما استوتش كويس. تعالوا نشوف الساندوتش الفرايد تشيكن لان هو شكله مغري بصراحه. بسم الله. اهو ده جامد. ده طبعا فيه ستريبس اللي هي فراخ برضو شرايح من جوه، والمحتفظه بالقرمشه بتاعتها، عليها صوص جبنه بكميه رهيبه يعني مش عارفه مكتر قوي ليه كده، وخس وخيار مخلل، فمديني طعم كاني باكله من حته كويسه فعجبني. وسعره 60. لا حلو، اسعاره في المتوسط. تعالوا نشوف بقى الشاورما السوري لان انا كده بطني بدات تقول جاي من كميه الاكل المختلفه اللي داخله لها. والله لو طلعتي حلوه بقى تبقى مشكله. بسم الله. بصوا اللي يعرفني كويس يعرف ان انا ما بحبش ابخس حد حقه ابدا، فالحاجه الحلوه بنقول عليها حلوه على طول. السندوتش بس صغير شويه، بص يعني هو يا دوبك 4 اطناب. الفراخ اللي جواه نضيفه لونها ابيض، هو بيزك قوي يعني. حاطط عليه خيار مخلل وشويه توميه صغيرين، لو يكتر التوميه كان هيبقى في الخيال. لكن هو بصراحه كساندوتش انا اكل ساندوتش فراخ سوري هيعجبني، مش مثلا لا وحش او لا خالص. اخر حاجه بقى عشان ننهي الحلقه دي عشان بطني بتصرخ، جبت شوكه انا ادوق ايه النجرسكو. بسم الله. ادوق بس من الناحيه التانية معلش عشان اتاكد من الطعم. لا هي فيها حاجه مش مظبوطه، فيها طعم ليمون جامد قوي، او حاجه طعمها حامض، بس يعني حامض ليمون يعني مش حامض اللي هو بايظ، او يمكن يكون بايظ معرفش. بس هي بصراحه كخدمه مخدومه يعني. انا ضايقه طعم الجبنه الموتزاريلا، الصوص اللي عليها كويس، بس انا مش عارفه طعم الليمون الجامد ده جاي من ايه. بس كده اكتر حاجه عجبتني النهارده واقدر ان انا اطلبها تاني وقلبي جامد يعني
نبدأ بالجولة دي اللي هي الشاورما السوري الفراخ وساندوتش الفرايد تشيكن. ومن قبل كده الفراخ الشوايه الوجبه بتاعتها حلوه جدا، طعم الفراخ الشوايه جميل. الكريب برضو عنده حلو بس لو ما بيشدش قوي كده، والفطير الشرقي كويس، والبيتزا بس لو في المكان وسخن. بس كده اللي ما عجبنيش النهارده يعتبر هو البرجر والنجرسكو وشويه الكفته بين البنين يعني. بس كده ده كان مطعم ابن مصر. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وقولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.